السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. معاكم رندا احمد من قناه ستيلسي. كلنا طبعا بنكره وقفه المطبخ في الحر، والواحد مش قادر ومش عايز لا يشغل فرن ولا حاجه. تعالي بقى اقولك على طريقه اكله تبقى خفيفه جدا في الحر، ما فيهاش اي حاجه تقيله، إيه بسيطه سهله، ما بتوسخش معاكي مواعين، ما بتشغليش فيها الفرن، حاجه كده في ليفل تاني زي ما بيقولوا. طريقتها سهله وبسيطه جدا، مش هتحتاجي اي حاجه، هتشكريني عليها. جايلك ضيف ومستعجله وعايزه تعملي حاجه بسرعه وشكلها حلو ويشرفك، تقدري تعملي الصنف ده. بصي حتى الفراخ دايبه خالص ازاي، وما استخدمتش فرن، يعني عشان احنا في الحر بنتفادى الفرن. يلا بقى نبدا بسم الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجه عندي، انا جبت الفرخه كيلو 800 بتاعتي. تقدري تستخدمي لحد 2 كيلو 3 كيلو براحتك، بس هي انا افضلها صغيره. بصلايه مبشوره، فصين توم، بهارات فراخ مشكله، فلفل اسمر، ورق لوري، حبهان، معلقتين 2 كبار زيت، ومعلقه خل. انا كنت رشه ملح على البصل بتاعي. هشيل التفل وهاخد الميه، انا مش عايزه الا الميه دي. الميه دي مع فصين التوم مع الخل، معلقه الخل، معلقتين الزيت، معلقتين 2 بس. وهشيل البهارات الصحيحه وهحط بهارات الفراخ المشكله. انا حاطه معلقه صغيره مليانه ونص معلقه صغيره فلفل اسمر. قلبت كله مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. وهحط عليهم يا اما معلقه صلصه طماطم ومعاها سكر، يا اما احط كيس كاتشب صغير، يعني معلقه كاتشب كبيره وخلاص. مسكت الفراخ بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين مقطعينها كده، تقدري تقطعيها ارباع عادي وتحطيها فوق الحاجه. نزلت بقى بالخلطه بتاعتي اهوت. هتبل الفراخ بتاعتي الخلطة في كل حتة، مش هسيب حتة في الفرخة ما وصلتلهاش الخلطة، ما بين الجلد وما بين اللحم وفي كل حتة. تمام. هعمل تجزيعات بالسكينة كده في الفرخة، وابدأ احشي الخلطة في النص زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بعد ما تبلت الفرخة بتاعتي في كل حتة، ممكن ابيتها يومين في التلاجة. بالخلطة دي تقعد لحد يومين عادي، ما فيهاش مشكلة. انا بقى هعملها على طول، يعني ما ركنتهاش، عملتها على طول. طاسة كبيرة فيها معلقتين 2 كبار سمن، وهبدأ انزل بالفرخة احمرها وهي نية عادي اهوت. دي عندي بعد ما احمرت اهي وخدت اللون الجميل ده، هقلبها الناحية التانية تاخد برضو صدمة. السمنة اللي هتنزل من الفرخة مش هرميها، هحتاجها تاني. هحطها في قلب صينية او طاجن، اي حاجة بتاعتك يعني، بس حاجة تسوي بيها على البوتاجاز من فوق. استخدمت بصل، جزر، طماطم، فصوص توم صحيحة حوالي 3 فصوص توم اهوت. هدي بس لدول تشويحة كده عشان ما يتهروش مني في السمنة مكان الفراخ. وابدأ بقى انزل عندي قرنين فلفل خضر، ممكن تستخدمي اي لون تاني، وطماطمتين 2 بالظبط. كل طماطمية اسمها 2، ما بقطعهاش صغيرة قوي عشان ما تتهريش اكتر من كده اهو. بعد كده بقى تفل البصل اللي احنا شيلناه، حطيت ورق لوري و3 فصوص حبهان، وتفل البصل والبهارات بقيه البهارات عندي اللي انا كنت شلتها من الفرخه. لما الفرخه شلت 3 معالق بالظبط، ورشه ملح، وقلبت بقى اهو. تقليبه بس كده كله يدخل في بعضه. وهبدأ بقى في ممكن تعمليها في حلة، ممكن تعمليها في صينية حلوة، بس أهم حاجة يكون حاجة ليها غطا. حلة كبيرة عادي برضو. هحط بقى الفرخة بتاعتي فوق الخضار، هتطلع ربع كوباية مية، ما زودتش لأن هي نزلت مية كتير، وكبست عليها بغطا وقفلت. ساعة الا ربع وكانت خلصانة. ساعة الا ربع وكانت الفراخ دايبة كده زي ما انتوا شايفين اهي. وصفة سهلة بسيطة، ما بتحتاجش فرن، ايه مستعجلة جايلك ضيف فجأة، اي حاجة، بتبقى حاجة كده سريعة معانا وبتنجز، بترحم بقى من وقفة الحر، وقفة المطبخ في الحر والفرن والحاجات دي اهو. طبعا البطاطس بقى دايبة، الخضار كله اللي دايب. تقدري تستخدمي بسلة، كوسة، اي نوع خضار بتفضليه، فاصوليا اهي دايبة خالص. اتمنى طبعا تجربي الوصفة، وصفة سهلة وبسيطة. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.